عدد كبير من المخطوطات والوثائق التاريخية الضاربة في القدم تتشكل منها مجموعة أهل عبد الباقي سيبويه. عينة منها تعرض في ملتقى عيون الأدب العربي في دورته الخامسة، فهذا مثلا مخطوط يؤرخ لشهداء معارك الريف من أبناء الصحراء عام 19 و900 وألف، وهذه رسالة من خليفة السلطان إدريس للقاضي الصحراوي محمد يحظي. معرض للمخطوطات والوثائق يظهر من خلالها مدى ارتباط الصحراء بالمغرب. لدينا مجموعة وثائق ومخطوطات أزيد من 3000 مخطوط ووثيقة، كلها تجسد تاريخ المنطقة من طنجة حتى القويرة. هذا الملتقى الثقافي لا يقتصر على استحضار المخطوطات التاريخية فحسب، بل يتجلى بهاؤه أيضا في قصائد شعرية. اتقاء الروح جدعا لصحبه. قصائد شعراء من دول الاتحاد المغاربي شاهدة على التلاحم الثقافي لشعوب المنطقة في غياب التلاحم السياسي. الحمد لله أن الثقافة لا تتأثر، والحمد لله أن هناك تفاعل ونبض واحد يقول بأننا جسد واحد وأمة واحدة وهدف واحد. الثقافة دائما هي تعطي النور وتضيف تجميل هذا الوجه العربي المشترك. كانت هذه فرصة للتلاقي المبدعين، وشكلوا لوحة تعبر عن رغبة الشعوب في الاتحاد وتوحيد هذا الوطن الذي قسمته السياسة. سنطعمه أكبادنا نصبا. ملتقى عيون الأدب العربي بالعيون تواصل على مدار 5 أيام، قدم للساكنة شيئا من الثقافة والفن اللذان يكرسان الجمال في حياتنا اليومية.